ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وبالف صحه، اللهم امين. النهارده ان شاء الله انا جايه اعمل معاكم الزبده الفلاحي باسهل طريقه ممكن تشوفوها. عشان احتاج اعمل الزبده دي لازم يكون عندي القشطه اهي. ده نص كيلو قشطه دوت. انا بحوشه من على وش اللبن لما بيروب لحد ما بوصل للكميه اللي انا عاوزاها وابتدي بقى اشتغل فيها. يلا تابعوني عشان تشوفوني بعملها ازاي. اول حاجه يا بنات عايزه اقولها لكم ان انا ديت طريقتي فيها، وبعدين بعملها بايدي، يعني محدش يستغرب من طريقتها. طبعا احنا كلنا نضاف في بيوتنا وبنغسل ايدينا واحنا اللي هناكلها، فانا بوريكم انا بعملها ازاي. احنا بنمسك الطبق كده نسنده بالايد دي ونشتغل بالايد دي علشان نبقى مالكين ونقدر نشتغل كويس. بنجيب القشطه كده زي ما نكون بالظبط بنعمل الكيكه في اتجاه واحد، يعني دايره كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو. بلف فيها بالمنظر ده كده بالحته دي كده، يعني ايديا اللي الصوابع ديت هي اللي بتلف فيها اهي. بتبتدي تعمل معايا في الجناب كده وبتطلع، يعني ما بتكملش 5 دقايق وبتطلع معايا. بفضل الف زي ما انتم شايفين اهو. الطريقه دي يا بنات انا يعني بعملها على طول وماشيه عليها من زمان. شايفين منظر القشطه بقت عامله ازاي؟ هتطلع دلوقتي منها سائل احنا بنسميه عندنا هنا خض. الخض دوت احنا بنعمل منه رقاق طري، ان شاء الله هعمله معاكم رقاق فلاحي اهو. شايفين القشطه بدات تفصل ازاي؟ بدات تفصل والماده السائله دي بتزيد شويه بشويه اهو. هكمل فيها زي ما انتم شايفين كده وهرجع لكم تاني. هكمل معاكم يا بنات زي ما انتم شايفين اللي طلع ده من القشطه اهو. يا رب يكون واضح في الكاميرا. الماده السائله دي اسمها خض، والسمنه بدات تتكون معانا اهي. هكملها معاكم، يعني ان احنا نوصل لمرحله السمنه ديت تعرفوا ازاي ان خلاص الماده السائله انفصلت عن القشطه خالص زي ما انتم شايفين كده اهي. دي بقى تعتبر الزبده الفلاحي بتاعتنا. بنلمها بقى كده اهي. ديت لونها ابيض يا جماعه عشان ديت سمنه بتاعه القشطه بتاعه اللبن، يعني بتاع اللبن بتاع الجاموس اعزكم الله. لكن لو هي بتاعه اللبن بتاعها كان لبن بقري كنت هتلاقوا السمنه دي لونها اصفر. هوريكم بقى الخطوه الجايه هنعمل فيها ايه. دي السمنه معانا اهي، ودوت الخض اللي هنعمل بيه رقاق ان شاء الله. هنحطه في التلاجة نحتفظ بيه، وهاجي لكم برقاق ان شاء الله مع لبن رايب. ودي السمنه بتاعتنا اهي، يا رب تكون واضحه اهي. دي السمنه خلاص ما عادتش زي القشطه الاولانيه، فصلت خالص عن الخض زي ما انتم شايفين اهو. هوريكم بقى المرحله الجايه احنا هنعمل فيها ايه، تابعوني. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما نقلت السمنه في طبق تاني. ودوت الماده اللي طلعت منها اهي زي ما انتم شايفين. ده اسمه خض، احنا بنقول هنا عليه عندنا في الفلاحين خض. ده ليه استخدامات كتير، بنعمل منه رقاق زي ما قلت لكم، وانا هحتفظ بيه وهعمل بيه الرقاق معاكم وهتشوفوا الطريقه بتاعته. وانا نقلت هنا السمنه بتاعتي اهي. تقدري بقى تشكليها زي ما انت عايزه، يعني بصي هي في ايديك اهي اهي. لما بتنحط في التلاجة بتمسك كمان وبتطلع منظر غير ده. يعني انت ممكن تشكليها كده كور برضو وتحطها في اكياس في التلاجة زي ما انتم شايفين كده اهي. حرية الاختيار ليكي بقى، انا وريتك الطريقة وانت حرة. انا بقى بقوم جايه عاملاها كده، بعملها صوابع زي ما انتم شايفين كده على قد ما انا عاوزه. هكملها بالمنظر ده كده وهحطها في اكياس تلاجة وهوريها لكم ان شاء الله. اهي يا حبايبي الزبده بعد ما خلاص شكلتها كده وحطيتها في الاكياس. انا عاملاها بس صوابع صغيره عشان اخد على قد ما انا عاوزه، ما افضلش كل شويه اكسر فيها وهي ماسكه في التلاجة اهي. انا عملتها بالمنظر ده كده اهي، ونحطها في التلاجة ونطلع زي ما احنا عاوزين. وعايزه اقول لكم معلومه كمان، ان لو هي بيضه كده زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، ده بيبقى لبن جاموس، معموله من لبن جاموس والقشطه بتاعتها بتبقى بيضه. اما لو هي بتبقى زبده صفرة بيبقى لبن بقري، بتختلف. البقري بتبقى زبدته صفرة والجاموس بتبقى زبدته كده بيضه زي ما انتم شايفين.
يا رب يا رب الفيديو يعجبكم وتكون الحلقه كده خفيفه على قلبكم وتكونوا استفدتوا مني اي حاجه النهارده ان شاء الله. وجربوها يا بنات وبطلوا بقى تشتروا زبده من الدكاكين بتاعت المحلات ديت، انا بصراحه ما بحبهاش وما بضمنش كمان معموله من ايه. فاحنا نقدر نعملها سهله جدا في البيت اهي. وكمان بتاع المحلات بتكون غاليه جدا، واحنا دلوقتي في ظروف لازم يعني نوفر فيها لان كل حاجه بقت غاليه نار. ويا رب كده تجربوا، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك للقناه. وان شاء الله يا رب اجيب لكم كل اللي انتوا عاوزينه، واطلبوا مني اي حاجه، يعني اي حاجه انتوا عاوزينها اطلبوها في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله من عينيا هنفذها. وعاوزه اقول لسندوسه خلاص انا عملتها لك ايه سندوسه، يا رب تجربيها وتقولي لي رايك فيها. وهحطها بقى في التلاجة دلوقتي، وان شاء الله بعد ما هطلعها هتبقى ماسكه خالص وهطلعها من الكيس بكل سهوله. يعني دلوقتي لو انت حطيتها في الكيس بالشكل ده وهتيجي تطلعيها هتلاقيها يعني مسكت في الكيس خالص، لكن اول ما هتحطها في التلاجة هتسيب الكيس والكيس هتلاقيه نضيف وهتلاقيها طالعه كتله واحده. عايزه اوريكم دلوقتي حته انا كنت عاملاها من اللبن البقري، هوريها لكم شكلها اصفر ازاي وفي التلاجة عندي. استنوا. هي بنات دي انا كنت عاملاها قبل كده اهي، دي بتاعت لبن بقري اعزكم الله، بيبقى لونها اصفر كده. لكن دي لما هتجمد معانا في التلاجة هتطلعوها هتلاقوها بيضة. هي ما فيش فيها فرق كتير غير اللون بس، لكن هما الاتنين بسم الله ما شاء الله في الاكل طعمهم تحفة. ويا رب تجربوها ويا رب تعجبكم وقولوا رايكم، ولو في حد بيعملها بطريقة تانية غير دي يا ريت يقول لي. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.